تخيل بعد أكتر من 50 سنة البشر رجعوا القمر من تاني. في أول إبريل سنة 2026 ناسا طلعت مهمة جديدة اسمها أرتيميس 2 وعليها 4 رواد فضاء، في خطوة بتعتبر بداية عصر جديد لاستكشاف الفضاء. بس الغريب هنا إن المهمة دي مش نازلة على سطح القمر، كل اللي هيعملوه إنهم هيلفوا حوالين القمر ويرجعوا تاني. خلينا نفهم الحكاية من الأول. المركبة اللي شايلة الطاقم اسمها أوريون، ودي واحدة من أحدث المركبات اللي اتصنعت في العصر الحديث، متطورة جدا عن كبسولات أبولو القديمة سواء في الأمان أو التكنولوجيا، واللي بيشغلها أقوى صاروخ اتبنى لحد دلوقتي واسمه SLS. بعد الإقلاع المركبة بتلف حوالين الأرض شوية يتأكدوا إن كل حاجة شغالة تمام، وبعديها بتبدأ الرحلة الحقيقية ناحية القمر. وهنا بقى ندخل في أخطر جزء. المركبة بتتحرك في مسار اسمه العودة الحرة، يعني ببساطة حتى لو كل المحركات عطلت جاذبية القمر هترجعهم للأرض لوحدها، وأثناء دورانهم حوالين القمر هيوصلوا لأبعد نقطة وصل لها الإنسان في التاريخ. بس اللحظة الأصعب لما المركبة هتعدي ورا القمر، الاتصال مع الأرض بيختفي تماما، صمت كامل لمدة 45 دقيقة، لا اتصال ولا بيانات، الطاقم لوحده تماما في الفضاء. المركبة لما هتقرب من الأرض في رحلة العودة هتنفصل عن وحدة الخدمة اللي هتكون خلاص أدت مهمتها وتسيبها تتحرق في الغلاف الجوي. إما الكبسولة اللي شايلة الطاقم هتبدأ تقرب من الأرض بسرعة توصل لحوالي 40 ألف كيلومتر في الساعة، وطبعا السرعة المهولة دي هتولد احتكاك رهيب مع جزيئات الهواء، وهترفع درجة حرارة الدرع الخارجي لأرقام بتوصل ل 2800 درجة مئوية، والحرارة دي كافية إنها تدوب معظم المعادن. لكن الدرع مصنوع من مادة خاصة مكونة من خليط خاص من الألياف اسمها أفكوت، وهي اللي هتحمي المركبة من الحرارة المهولة دي. واحدة واحدة هتبدأ سرعة الكبسولة تقل، وتبدأ المظلات تتفتح لحد ما الكبسولة تقع في مية المحيط الهادي وتطفو على سطح المية، وهناك فرق الإنقاذ التابعة للبحرية هتكون مستنياهم بالسفن والمروحيات علشان ينتشلوهم. بس السؤال الأهم بقى، ليه كل ده؟ ببساطة أرتيميس 2 مش الهدف منها القمر، الهدف منها المستقبل. دي خطوة ضمن خطة أكبر. الأولى كانت اختبار بدون بشر، والتانية دي أول رحلة مأهولة، واللي بعدها بقى هو نزول فعلي على القمر. مش بس كده، ناسا ناوية تبني محطة فضائية حوالين القمر اسمها لونار جيتاوي، تبقى زي محطة ترانزيت بين الأرض والقمر، والهدف الأكبر استيطان القمر نفسه واستخدامه كمصدر للمعادن والثروات. بمعنى تاني، اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد رحلة، دي بداية سباق جديد ممكن يغير شكل العالم كله. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.